السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا وسهلا بكم يا شباب في حل النموذج الاسترشادي الأول. متأسفين جدا على التأخير ليكم في نزول الفيديوهات، ولكن زي ما احنا أكدنا في الفيديو اللي كنا منزلينه قبل ليالي الامتحان. انا قلت الامتحانات دي مفترض حضرتك تكون حليتها كلها لوحدك عشان تستفاد بيها، لان خصوصا كمان في منها اسئله كتير سهله. يعني كل نموذج اسئلته معظمها سهله، مفيش غير هي كام فكره بالعدد في كل نموذج. الا نموذج 3 و6 يعتبر هم، يعني 6 كمان بالذات هو اللي كله افكار. انما الستة برضو مش النموذج كله افكار، بس فيه افكار كتير. و3 فيه برضو كذا فكره، ولكن برضو مش كلهم افكار. فقلنا ان انت مفترض تحل الحاجات دي لوحدك، واحنا هننزلك بس ايه اللي هو بغرض التصحيح، اللي هو انت لو عاوز تصحح لنفسك تصحح. وعملنا لك فيديو فيه اهم الاسئله متجمعه في فيديو واحد. فالتاخير ده اللي هو يعني انا قلت خليها لك في الاخر خالص كتصحيح بس لنفسك كده، بحيث ان انت تجبر ان انت تراجع على النماذج تاني ليله الامتحان ان شاء الله. تمام. فاحنا هنحل الاسئله البسيطه، هنحلها ونعديها بسرعه، لان دي غالبا ما حدش هيكون غلط فيها. مش هنكروتها، هنحلها برضو عشان برضو لو حد وقف معايا يشوفها. ولكن مش هنفضل بقى اللي هو نقعد ساعتين نشرح سؤال مباشر، لان انت المفترض تكون شفت فيديوهات الشرح. ولو انت شفت فيديوهات الشرح في الغالب الاسئله دي مش هتقف معاك باذن الله. طيب، المهم بس هو اللي هنقعد نقول فكرته تاني. طيب، صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي اول سؤال، بيقول لي عدد من المقاومات متصله معا على التوازي مع بطاريه. عندي شويه مقاومات متوصله مع بعض توازي كده مع بطاريه، وليكن مثلا مقاومتين ثلاثه. طيب، بيقول لي مهمله المقاومه الداخليه. فعند فصل احدى المقاومات فان فرق الجهد على المقاومات المتبقيه يظل ثابتا. ليه يا مستر؟ لان الفي بتساوي في باتري، وفرق الجهد اللي على البطاريه هنا هو فرق الجهد اللي على بقيه المقاومات. فبالتالي طالما مفيش مقاومه داخليه، فمفيش حاجه بتطرح من قيمه الفي باتري. لا، الفي باتري كلها رايحه هناك في كل الحالات، فهتفضل القيمه ثابته. طيب، طب لو كانت ليها مقاومه داخليه يا مستر كان ايه اللي هيحصل؟ قال لي والله يا مستر لو كانت ليها مقاومه داخليه لما انت تفصل احدى المقاومات ده توازي، لما تشيل منه مقاومات المقاومه المكافئه للدايره هتزيد، وبالتالي التيار الكلي للدايره هيقل. وبالتالي لما تيجي تكتب قراءة الفولتميتر اللي هي بتساوي ساعتها بقى هتبقى في باتري، ساعتها تساوي في باتري ناقص اي في ار. لو الاي ديت قلت فساعتها قراءة الفولتميتر كانت هتزداد. فانا بزود معاك فكرة عشان هو لو جاب سؤال زي ده اخر السنة، اللي هو ان شاء الله بكرة، ممكن يجيب سؤال زي دوت. بس يقول لك المقاومة البطارية ليها مقاومة داخلية ساعتها كانت هتزداد. طيب، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الفكرة دي بتتكرر كتير. بيقول النسبة بين التوصيلية الكهربية لسلك من النحاس طوله ال وآخر من نفس المادة ما كملش قراية السؤال. النسبة 1:1. طالما بقى ما قاليش درجة حرارة ولا أي حاجة. بص أهو قال لي عند نفس درجة الحرارة. طيب، طب لو كان غير درجة الحرارة التوصيلية يا مستر بتتناسب عكسيا مع درجة الحرارة في الموصلات، وده من النحاس مش شبه موصل. لو شبه موصل كانت هتبقى طردي، وقلنا الكلام ده في فيديو الحديثة. طيب، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال ده سؤال ما فيهوش أي حاجة، سؤال مقاومة مكافأة زي اللي بيجي كل سنة. ما بين النقطتين دول، الثلاث مقاومات دول الستة والستة والستة توازي، هتقول 6 على 3 هتديك 2. وهنا عندك في 6 و6 توالي، وهنا في 6 و6 توالي، فوق 12 وتحت 12 توازي مع بعض هيدوك ايه؟ 12 على 2 فيها الستة. 6 و2 هتبقى 8. لو اشتغلتها مع نفسك تطلع معاك ب8. السؤال ما فيهوش أي حاجة. طيب، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي وضح الشكل المقابل جزءا من دائرة كهربية مغلقة، فهنا مقدار فرق الجهد بين النقطتين A و B. حلينا مليون سؤال زي دوت مع بعض. هتحط فولتميتر، وكنا شارحين الطريقة دي كمان في فيديو المراجعة في كيرشوف. بتحط فولتميتر ما بين النقطتين، هو عاوز في A B. طيب، هتفرض مسار بيعدي جوه الفولتميتر يا مستر. فأنا مثلا هفرض المسار وليكن هفرضه في الاتجاه ده مثلا كده. تمام. وانا هبتدي مثلا من هنا مثلا، من النقطة بي مثلا. طيب، سيجما في باتري بتساوي سيجما اي ار. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الفي باتري عندي البطارية بتزق كده وانا ماشي معاها، يبقى هاخدها بالموجب، هقول 2 بتساوي مفيش بطاريات تانية. طيب، قلنا لما يكون مسار فيه مقاومات بتجمعها كلها على بعض، يعني تعملها كأنها توالي. الاتنين والواحد والتلاتة دولت كلهم مع بعض ب6. طيب، 6 في 3 اللي هو التيار، اهو 6 في
أو سوري عشان تبقى بالترتيب يعني. 3 في 6، بس ركز معايا هتاخدها بالسالب، لأن أنت ماشي عكس التيار. التيار بص ماشي إزاي، أنت ماشي عكسه في المسار. طيب جوه الفولتميتر أنت مشيت من فين لفين يا مستر؟ لما وصلنا عند النقطة ديت هتمشي جوه الفولتميتر من A تروح ل B، يبقى VAB هتتحط بالموجب لأن أنت مشيت من A ل B بس. وهتاخد ديت توديها بإشارة مخالفة. -3 في 6 بسالب 18، لما تروح الناحية التانية هتبقى موجب 18، يبقى VAB بيساوي 20. لو انت طبعا شفت الفيديو فانت الفكرة دي بالنسبة لك سهلة جدا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي سلك مستقيم يمر به تيار كهربي شدته I كما بالشكل كما بالشكل ماشي. فإذا كانت النسبة بين كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة A إلى كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة B 3/4، فإن النسبة بين بعد النقطة A عن بعد إلى بعد النقطة B على الترتيب. ماشي، يعني هو قال لي BA على BB بتساوي 3/4. أنا بقى بص قبل ما أقرأ بقية السؤال أنا عارف إن BA على BB بتساوي إيه؟ بتساوي دي بي على دي ايه، لان العلاقه عكسيه يا مستر. هو بقى بيقول لي نسبة بين بعد النقطة A إلى بعد النقطة B، هو عاوز دي A على دي B. طب ثانية، دي B على دي A 3/4، يبقى ديت أكيد 4/3 يا مستر. مفيش حاجة تانية يعني، مفيش أي إشكال في السؤال، مفيش أي تركية، مفيش أي حاجة. تمام؟ تمام. طيب نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي يوضح الشكل سلكا مستقيما طويلا يمس حلقة معدنية ومعزولا عنها، وكلاهما في مستوى الصفحة. طيب ويمر بكل منهما تيار له نفس الشدة، فإن اتجاه محصلة المجال المغناطيسي عند مركز الحلقة بسيطة جدا. هتطبق قاعدة اليد اليمنى على الحلقة، هتلاقي المجال بتاع الحلقة داخل للداخل، والسلك هتطبق عليه قاعدة اليد اليمنى هتلاقيه للداخل برضه. خلاص يبقى هما الاتنين عمودي على الصفحة وللداخل، يعني محصلة جامعة، هما الاتنين في نفس الاتجاه، السؤال مفيهوش أي حاجة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي وضح الشكل حلقتين دائريتين لهما نفس المركز وفي نفس المستوى يمر بهما تياران متساويان. ماشي. فإذا علمت أن مقدار كثافة الفيض الناتج عن تيار الحلقة الخارجية عند المركز يساوي B، يبقى أكيد الداخلية هتعمل 2B. أهو الداخلية هتعمل 2B. ليه يا مستر؟ عشان نص قطرها نص الكبيرة، والبي عكسي مع نص القطر، لما نص القطر يقل للنص يبقى كثافة الفيض هتزيد للضعف. بيقول لي فإن مقدار محصلة كثافة الفيض الناشئ عن التيارين عند المركز، طبعا المحصلة طرح لأن التيار بص هنا رايح كده وده رايح عكسه، فالمحصلة طرح لما أقول 2B ناقص B تطلع لي بي واحدة. أهو بي توتال هتساوي 2B ناقص B تساوي B. طب أنت يا مستر إيه اللي أكد لك أوي إن اللي جوه ديت عملت مجال 2B؟ والله يا مستر البي بتساوي ميو ان اي على 2 ار. هو قال لك ان هما الاثنين حلقتين ليهم نفس المركز، يعني نفس المعامله النفسيه. تمام. تمام. الاثنين ده كده كده رقم ثابت في القانون، وهو قال لي لهما نفس التيار، فبالتالي الاختلاف الوحيد في نص القطر. نص القطر لما قال لي يا مستر للنص اكيد كثافه الفك هتزيد للضعف، فالحلقه الداخليه نص قطرها نص الكبيره، فبالتالي كثافه الفكها هتبقى ضعف الكبيره، وبالتالي هتعمل المجال 2 بي. طبعا المجالين عكس بعض هتطرح تبقى المحصله بي. السؤال اعتقد ما فيهوش اي حاجه. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بين سلكان مستقيمان متوازيان بينهما مسافة يمر بكل منهما تيارا كهربيا، وكانت القوة المتبادلة بينهما تساوي اف. بص سمعت كلمة قوة متبادلة تقوم رازع له القانون ده. الاف بتساوي ميو اي واحد اي اتنين ال على 2 باي دي. سريعا كده كنا بنقول الميو ده معاملة نفاذية، الاي واحد والاي اتنين دي تيار كل سلك، ال ده الطول المتبادل بينهما، كنا بنقول عليه الطول المتبادل، الحتة المتبادلة ما بينهم. والدي اللي تحت ديت المسافه الفاصله بين السلكين. طيب هو بيقول لي بقى ايه؟ فاذا زاد تيار كل منهما الى الضعف، يعني ده زاد للضعف وده زاد للضعف، يعني لو جيت تكتب النسبه كده كانك بتقول لي 2 في 2. ماشي. وقلت المسافه العموديه بينهما الى الثلث، المسافه قلت للتلت. والمسائل زي دي ما تعملهاش بدماغك، المسائل زي دي تكتبها عشان ما تتلخبطش، عشان في ناس تعملها في دماغها تعملها 3 دي مثلا فيتلخبط. لا المسافه قلت للتلت. طيب لما انت تحط في المقام 1/3، المقام هيطلع بسط، يعني هتبقى عندك بتساوي 12، لأن فوق 2 في 2 ب4، والتلاتة هتطلع لهم 3 في 4 ب12، يعني القوة هتبقى ب12 اف.
طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال ده مباشر. بيقول لي في الجلفانومتر الحساس يكون السبب الرئيسي في انتظام تدريج وأن زاوية الانحراف طرديا مع مربع الشدة. غلط، ده الكلام ده في الأميتر الحراري، وده أصلا السبب في الأميتر الحراري إن التدريج غير منتظم. طب طرديا مع الشدة؟ طرديا مع الشدة على طول. عكسيا مع غلط، عكسيا مع غلط. عند زيادة قيمة مجزء التيار، قلناها في فيديو على طول، فيديو مراجعة أصلا قلناها، يعني أنت لو شفتها بالنسبة لك السؤال ده مباشر. قلنا لما مجزء التيار هيزيد يا مستر، التيارات اللي هيقدر يقيسها هتكون تيارات أقل شوية، وبالتالي هو كده حساس، فحساسيته إيه اللي حصل لها؟ حساسيته زادت. أو ممكن تقول على طول إن الار اس طردي مع الحساسية على طول زادت، الحساسية تزيد، قلت الحساسية تقل. تمام كده؟ تمام. فإن حساسية الأميتر هتزيد. سؤال مباشر. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي في شكل مقابل ملف لولبي ساكن ومغناطيس يتحرك بسرعة في الاتجاه الموضح، فإذا زادت سرعة المغناطيس إلى 2 في لقطع نفس المسافة وفي نفس الاتجاه. طالما هتمشي في نفس الاتجاه يا مستر، يبقى اتجاه التيار المستحث مش هيتغير، لا ينعكس. ماشي. مقدار التيار المستحث هيزداد طبعا. هيزداد ليه؟ لأن أنت زودت السرعة، واحنا قلنا السرعة النسبية أو السرعة لما بتزيد يا مستر الإي إم إف طبعا بتزيد، وبالتالي التيار المستحث هيزيد. تمام؟ تمام. طيب السؤال ده، انت السلك ده تياره ماشي كده، فبيعمل مجال للداخل هنا. طيب بيقول لي في الشكل المقابل سلك يمر به تيار كهربي وساق معدني اي بي يتحرك لاعلى في مستوى الصفحه كما هو موضح بالشكل. فإن العلاقة بين جهد النقطة A والنقطة B، واحدة واحدة هتطبق قاعدة اليد اليمنى، المجال عمودي للداخل، السرعة لفوق، يبقى التيار المستحث هيمشي من B إلى A، التيار المستحث يمشي من B ل A. واحنا قلنا السلك عبارة عن مصدر، فالتيار بيمشي من الجهد الأقل للجهد الأعلى داخل السلك أو داخل الساق، من الجهد الأقل للأعلى، يبقى B أقل من A، يبقى الاختيار ب هو اللي صح. السؤال ده لازم يجي كل سنة، يعني ما فيش امتحان يخلو من السؤال ده. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي في شكل موضح عند زيادة شدة التيار الكهربي المار بالسلك بانتظام من الصفر إلى قيمة معينة، إلى 2 مثلا، ماشي، إلى 2 أهو. بيقول لي خلال زمن تي تولدت بالحلقة المعدنية تيار مستحث متوسط مقداره أي في اتجاه معين، فإذا تناقص، بص بقى هو هنا كان بيزود فالإي إم إف كانت عكسية، هنا هيتناقص فالإي إم إف هتبقى طردية، يعني الاتجاه هينعكس، فهو بيقول اتجاه التيار المستحث هيحصل له إيه؟ مش هيظل ثابت. او شفت هو كرر الفكره يعتبر مرتين ورا بعض. كرر الفكره دي فكره على قاعده لينز، جابها في مره في حاله المغناطيس، وجابها لي مره اهو في حاله المجال المتغير، هي نفس الفكره كررها مرتين، يعني انت خدت درجتين على قاعده لينز بس. طيب بيقول لي تناقص تيار السلك بانتظام من الاثنين للصفر، يعني الدلتا اي هي نفس الدلتا اي، او الدلتا اي ثابته، ولكن مش في نفس الزمن يا مستر. الدلتا تي اللي حصل لها، قال لي خلال زمن 2 تي، لما الزمن يزيد ساعتها الاي ام اف هتكون اقل يا مستر من الحاله الاولى، وساعتها التيار المستحث هيكون اقل يا مستر. فبالتالي التيار المستحث لو في الحاله الاولى كان اي، كده التيار المستحث هيبقى نص الاي، لان هو عملها في ضعف الزمن، عمل التيار في ضعف الزمن، فناخد بالنا من الموضوع ده، لكن التيار اتجاهه ينعكس. تمام. يبقى فوق هو جاب لي سؤال ايه اللي حصل فيه السؤال ده؟ التيار اتغير انما الاتجاه ما اتغيرش. هنا الاتجاه هو اللي اتغير انما التيار سوري الاثنين اتغيروا. ماشي، انا اسف. كنت عاوز اتفلسف. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي في الشكل المقابل إذا تحرك الساق المعدني في الاتجاه المبين فإن اتجاه التيار المستحث. نفس القاعدة تاني اهي، قاعدة يعني مديني قاعدتين على فيلم الجليد اليمنى اهو. طيب هطبق القاعدة عادي جدا. المجال للداخل، الحركة جهة اليمين، يبقى التيار هيمشي من واي إلى زد، التيار هيمشي من واي إلى زد يا شباب. طيب وهيمشي كده في الدايرة بقى. فهو بيقول لي عاوز اتجاه التيار خلال المقاومة هو مشي من ال بي، يبقى من بي لايه غلط، وخلال السلك مشي من واي لزد، يبقى انت عندك ج برضو غلط، يبقى انت عندك الاختيار الف هو الصحيح، مفيش اي حاجه في السؤال. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لي اي الحالات التاليه تسبب نقصان التيارات الدواميه في القلب المعدني، عاوزين ننقص التيارات الدواميه. بيقول لي استخدام قلب معدني مصمت، غلط، دي كده بتزود. ماشي، مجوف كانت هتبقى صح. توصيل الملف بمصدر تيار عالي التردد، ده انت كل ما تزود التردد التيارات الدواميه هتزيد هي كمان، غلط. استخدام قلب مصنوع من مادة ذات مقاومة نوعية كهربية ضعيفة، غلط برضه، لازم المقاومة النوعية كانت تبقى كبيرة، لما تكون المقاومة النوعية قليلة
التيارات الدوامية عكسي مع المقاومة النوعية. لو كانت المقاومة النوعية ضعيفة ساعتها التيارات هتكون كبيرة، فغلط. يبقى الاختيار الدال هو اللي صح أكيد. ذات توصيلية ضعيفة، صح. أنت أصلا في الأسئلة لما تشوف الاختيار وعكسه يعني ج عكس د، فأكيد واحد فيهم صح أصلا. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي محول كهربي مثالي رافع للجهد يستخدم لنقل قدرة كهربية 1000 واط. ماشي، يبقى دي باور بي، هي الباور اس على فكرة لأن ده مثالي. ماشي. فإذا كانت النسبة بين عدد لفاته 3 إلى 8، وكان الجهد الناتج بين طرفي الملف الثانوي ده كده في اس، فإن شدة التيار المار في الملف الابتدائي. لا، واحدة واحدة كده يا معلم، واحدة واحدة. أنت ممكن تعمل إيه؟ تعمل حركة لذيذة أوي. أنا هحاول أحل لك السؤال بأسرع ما يمكن. تمام؟ تمام. طيب احنا دلوقتي عندنا 3 الى 8 ده النسبه بين عدد اللفات، ده ان بي على ان اس ولا ان اس على ان بي؟ والله لو انت فاهم، هو بيقول لي محول رافع، الجهد بيترفع في الثانوي، يبقى لازم الثانوي يكون عدد لفاته اكبر، يبقى انت بتقول لي ان بي على ان اس كده يا مستر، قصاد الرقم الكبير. تمام. تمام. طيب يا مستر، انا معايا جهد الثانوي ومعايا القدره بتاعت الابتدائي اللي هي بتساوي قدره الثانوي لان ده محول مثالي. ممكن اجيب اي اس. تمام. ماشي، فانا ممكن اجيب الاي اس اقول ايه اهو على جنب كده، الاي اس بتساوي باور اس على في اس هتساوي 1000 على ايه 220. ثم عوض حضرتك على الآلة بتاعتك، ادي 1000 على 220 هتطلع معاك ب 50 على 11، تطلع معاك بالظبط ب 50 على 11. تمام. خدها زي ما هي كده عشان ايه ما تبصش منك النسبة على وانت بتحل يعني. طيب هتيجي هنا، انا عارف ان الان بي على الان اس بتساوي اي اس على اي بي، ودي اسرع طريقة تحل بيها السؤال ده عشان تختصر الوقت. تمام. تمام. طيب انا عندي الاي اس اهيت اللي هي 50 على 11، وعندي تحت الاي بي انا عاوز احسبها، تقوم حضرتك عامل لي طرفين في وسطين. لو انت عاوز تحسب اي بي يبقى انت هتضرب 50 على 11 ديت، هتضربها في كام؟ هتضربها في 8 على 3، تطلع معاك 12.12 اللي هو الاختيار الف. دي اسرع طريقه تحل بيها السؤال ده، وده يعني اللي عاوز اوصل لك بيه ان اسئله المحول اللي بيبقى دايما مديني فيها معطيات كتير واقدر احلها باكتر من طريقه. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. المحول الكهربي عند استخدام قلب معدني ذو توصيليه كهربيه كبيره، توصيليه في القلب المعدني لما تكون كبيره يا مستر التيارات الدواميه هتزيد، لان التيارات بتتولد جوه القلب المعدني، فلما تزيد ساعتها كفاءته هتقل. طب لو كان قال لي سلك اذا تم استخدام اسلاك ذات توصيليه كبيره، ساعتها كانت الكفاءه هتزيد مش هتقل، لان الاسلاك غير القلب، وشرحنا الموضوع ده بالتفصيل في الفيديو بتاع عم اسئله النماذج الاستشهاديه لما خدنا السؤال ده معانا، كان من اول الاسئله. قلنا ساعتها ان الاسلاك علشان نزود الكفاءه بنحتاج نقلل مقاومتها النوعيه ونزود توصيلتها الكهربائيه، انما القلب المعدني عشان نقلل التيارات الدواميه ونزود الكفاءه برضه بنحتاج نعمل العكس، بنحتاج نزود المقاومه النوعيه ونقلل التوصيليه الكهربائيه. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. كيلومتر الحراري عند استخدام سلك عند استبدال سلك البلاتين والإيريديوم بسلك آخر من معدن معامل التبادل الحراري له أقل، يعني تأثره بالحرارة هيكون أقل، مش هيسخن بسرعة، مش هيتمدد بسرعة، وإمرار نفس التيار نفس شدة التيار فيه، فإن قراءة الجهاز تقل، مش هيتمدد نفس التمدد بتاع التاني. ما احنا كل ما معامل التمدد الحراري يزيد السلك طوله بيزيد أكتر لما بيسخن، فبالتالي لما طوله بيزيد أكتر المؤشر بينحرف أكتر، فكده لما المعامل التمدد يقل طبعا الانحراف هيقل طبعا. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي دائره تيار متردد تتكون من مقاومه قيمتها يبقى دي كده الار، وملف مفاعلته الحسيه يبقى دي كده الاكس ال، ومكثف ساعته السي والمايكرو فراد. ماشي. متصله معا على التوالي بمصدر جهده الفعال ده كده الجهد بتاع المصدر يا مستر، وتردده ده كده التردد. عاوز سعه المكثف التي تجعل شده التيار اكبر ما يمكن، يبقى دي دايره رنين يا مستر. يبقى هو مش لازم يقولها لي مباشره، انا لازم استنتج. لو دي دايره رنين يا مستر خلاص، يبقى انت تقوم عامل ايه بقى؟ تقوم قايل خلاص الاكس ال بتساوي الاكس سي بتساوي 125، يبقى الاكس سي بتساوي 125 بتساوي 1 على 2
باي اف في سي. لو انت عايز تحسب السي هتقول لي 1/2 الاف بتاعتك ب280/11 في ايه بقى، في المفاعله الحسيه اللي ب 125، في المفاعله قصدي السعويه اللي ب 125. ادي 1/2 في 2 باي طبعا في 280/11 في 125، تطلع معاك ب5 في 10 أس سالب 5. طب أنا عندي الاختيارات كلها بالمايكرو، دوس إنج على الآلة تطلع لك 50 في 10 سالب 6 اللي هي 50 مايكرو، اللي هو الاختيار ج. طيب صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دائرة رنين، السؤال ده لازم يجي كل سنة يا شباب، كل سنة لازم يجي سؤال زي ده، كل امتحان كمان، دور أول دور تاني تجريبي لازم يجي سؤال زي ده. دائرة رنين زادت سعة مكثفها للضعف وقل معامل الحث الذاتي إلى 1/8 من قيمته الأصلية، فإن تردد دائرة الرنين، بيتناسب عكسيا مع 1/جذر ال سي، يعني بيتناسب عكسيا مع، يعني أقصد بيتناسب عكسيا مع جذر ال سي. تمام. طيب دي زاد لتلات، ده زاد لإيه؟ ل9 أمثال. زادت سعة مكثفها لا سوري، المكثف سعته زادت الضعف، وده قل للتمن 2/8 فيها 1/4. جذر الربع يطلع لي بره نص، يبقى لما ده يقل للنص يا مستر يبقى ده هيزيد للضعف، يبقى يزداد للضعف يا مستر. طيب صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السؤال ده مباشر. كل مما يأتي من خصائص الفوتون فيما عدا يصدر نتيجة ذبذبة المصدر المشع، ده صح. احنا قلنا بتنتج من تذبذب الذرات. طاقته اتش نيو صح. تنعدم كتلته المكافئة أثناء الحركة غلط. لا ده أثناء السكون، كتلته السكونية هي اللي بصفر. له خواص جسيمية صح. طيب عند سقوط حزمة من الفوتونات كمية حركتها اكس بمعدل واي، المعدل ده اللي هو الفاي ال، كمية الحركة دي اللي هي البي ال، هو رمز للبي ال باكس ورمز للفاي ال بواي. بيقول لي على سطح عاكس، دي مهمة، عاكس ديت هيبقى قانون القوة فيه 2، لو جسم أسود كان هيمتص مش هيبقى فيه 2، فدي مهمة. طيب فإن القوة التي تحدثها، القوة لسه قايلينها في الفيديو بتاع الحديثة 2 اي فاي ال على سي، ودول كده مع بعضهم يا مستر بي ال، يعني 2 بي ال على 2 بي ال فاي ال، يعني 2 اكس في واي، لان الاكس هي البي ال والواي هي الفاي ال. طب واحد يقول لي يا مستر وانت عرفت الكلام ده ازاي؟ انت عرفت ازاي ان احنا هنحل السؤال بالطريقه دي؟ لان والله هو رمز لده باكس ورمز لده بواي، ولقيت الاختيارات كلها بدلاله الاكس والواي، يبقى هو اكيد عاوز يحسب القوه بدلاله البي ال، بس كده. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي سقط فوتون طاقته E على سطح فلز ذلة شغل E/4، فإن عدد الإلكترونات التي ستتحرر نتيجة هذا الفوتون، ده فوتون واحد يبقى هيحرر إلكترون واحد بس. طيب إذا كان عدد مستويات الطاقة الممكنة لحركة الإلكترون في ذرة ما 5 مستويات، السؤال ده حلناه بالتفصيل، ويمكن الانتقال بين أي مستويين، ماشي احنا قلنا اهوت سريعا أدي 5 مستويات. تمام. طيب انت هو بيسأل على ايه؟ بيسأل على عدد المتسلسلات يا مستر. طيب انت عندك اولا المتسلسلة ممكن يكون هنا وينزل هنا، يعني يكون في التاني وينزل على الاول، يكون في التالت ينزل على الاول، يكون في الرابع ينزل على الاول، يكون في الخامس وينزل على الاول، دي اسمها متسلسلة. اللي بعديها ممكن يبقى في التالت وينزل على التاني، يبقى في الرابع وينزل على التاني، يبقى في الخامس وينزل على التاني، دي متسلسلة تانية. اللي بعديها ممكن يبقى في التالت في الرابع وينزل على التالت، ممكن يبقى في الخامس وينزل على التالت، دي متسلسلة تالتة. الأخيرة خالص ممكن يبقى في الخامس وينزل على الرابع. يبقى دول كده 4 متسلسلات يا مستر، هو بيسأل على عدد المتسلسلات، عدد متسلسلات الطيف. طب لو بيسأل على عدد خطوط الطيف الممكن انبعاثها، قلنا في طريقتين في الفيديو. أولا احنا عملناهم دلوقتي وممكن تعدهم يعني هنا دول كام خط؟ دول كده 4 و3 7 و2 9 و1 10، ساعتها كنت هتختار الاختيار ده ساعتها يعني، لو كان بيسأل على عدد خطوط الطيف. أو في قانون بتقول ان تربيع ناقص ان على الاتنين، فأنت عندك هنا عدد المستويات 5، فهتقول 5 تربيع ناقص 5 على الاتنين. 5 تربيع ب25 ناقص 5 هتديني 20، 20 على 2 فيها ال10 فعلا، يبقى احنا حليناه صح. في طريقة تانية إن أنت ممكن تطرح واحد من المستوى الأخير اللي هو 5 مستويات، تطرح واحد تبقى 4، وتجمع من الأربعة لحد الواحد، يعني هتقول 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1 هتطلع لك برضه ب10.
كل الطرق دي قلناها في الفيديو، واختار اللي رايحك. ده لو هو بيسأل عن عدد خطوط الطيف، انما هو بيقول لي يا مستر عاوز عدد المتسلسلات، لا انت عندك 4 متسلسلات فقط. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي عند زياده شده تيار الفتيله في انبوبه كوليدج فان عدد الالكترونات المنطلقه قلنا هتزداد، شده الاشعه قلنا هتزداد، قلناها مباشره حتى في الفيديو، يعني انت لو شفت فيديو الحديثه خلاص انت عارف الموضوع ده. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي وضح الرسم التخطيطي جهاز انتاج الليزر الهيليوم نيون. هاي الاختيارات التاليه تعبر عن دور المكونات 1 و2 و3 بشكل صحيح. طيب اولا المكون رقم 3 ده اللي هو المصدر ده بيعمل اثاره اثاره ذرات الهيليوم، ده اللي هو المكون رقم 3. انت اصلا لو بصيت هتلاقي ده دي غلط اصلا، اثاره النيون غلط، انا قلت النيون بيثار بواسطه الهيليوم. تضخيم الفوتونات غلط برضو، ده بيحصل بالمرايه. عكس الفوتونات لا دي مش مرايه برضو. احداث فرق جهد عالي صح، يبقى به ولا صح اصلا، ده انت عرفت تعمل الاختيار المكون رقم 3. طب تعالى نتاكد من المكونين 2 و1. بيقول 2 يحتوي على الوسط الفعال، اه صح. واحد عكس الفوتونات اللي هو المرايه، صح برضو، يبقى فعلا الاختيار به ولا صح. طب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول تستخدم اشعه الليزر في التصوير المجسم، قلت لك بسبب ترابط الفوتونات على طول، لان التصوير المجسم بيحصل بواسطه التداخل، اتكررت في كذا نموذج. طيب بيقول لي الماده التي تصل الى حاله الاسكان المعكوس في ليزر الهيليوم نيون هي النيون. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يمثل الشكل المقابل بوابه منطقيه، يكون الخارج مرتفع اللي هو بواحد عندما تكون المداخل. تعالى يا باشا من غير ما نبص على الاختيارات، لو الخارج بواحد يبقى نوت دي دخلها صفر، صح؟ ما يخشها صفر تطلع واحد. طب لو اور طالع منها صفر يبقى داخل لها صفرين، يبقى بي كانت بصفر. ماشي، يبقى ده وده غلط. ونوت اكيد عشان تخرج لي صفر لازم تكون دخلها واحد، يبقى ايه كان بواحد، يبقى تبقى صفر وواحد اللي هو الاختيار بي. سؤال بسيط، درجة ببلاش. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال ده يا باشا احنا شرحنا فكرته في الفيديو، شرحناه في الفيديو بتاع اعمل اسئلة، شرحناه بتاع مرتين او ثلاثة لحد دلوقتي، فمش هعيد شرحها بالتفصيل تاني. لكن انت لو شفت الفيديو الحديثة المفترض طبعا تكون شفته، فانت في الغالب عرفت الفكرة دي. تمام. تمام، هتلاقيه برضو في وسط الايه، في اول في بداية الفيديو بتاعت اهم الافكار بتاعت النماذج الاستشهادية، هتلاقي الفكرة. او اصلا انت مش مهم تفهمها دلوقتي، انت بصمجة على طول وخلاص لو انت بقى اول ما تفتح المنهج يعني. احنا قلنا ان الفي افكتيف بعد التقويم النصف موجي بعد التقويم بيساوي ايه؟ بيساوي نص الفي ماكس قبل التقويم. وكذلك يسري الامر على التيار، يبقى الاي افكتيف بعد التقويم هيساوي نص الاي ماكس قبل التقويم. الوصله الثنائيه بتعمل تقويم نصف موجي. تعال نقرا السؤال. بيقول لي وصلت وصله ثنائيه بمصدر متردد تردده 100 هرتز، فكانت شده التيار الفعال 2 ملي امبير، اداني التيار الفعال، فإن شدة التيار المار في الدائرة في الفترة الزمنية بين 5 إلى 10. قلنا عندك أوبشنين إن بيحصل تقويم نصف موجي، يا إما نص الدورة الأول كان الوصلة عكسي والنص التاني كان فيه قيمة، يا إما نص الدورة الأول الوصلة فيه كانت أمامي والنص التاني ما كانش فيه قيمة. طب هو بيقول لي ما بين 5 إلى 10 مللي ثانية. طب أنا أعرف الزمن الدوري إزاي؟ احسبه بدلالة التردد. الزمن الدوري بيساوي مقلوب التردد، لو حسبته هتقول 1 على 100 هتطلع لك 1 من 100. لو عاوز تحولها للملي هتبقى 10 مللي، يعني 10 مللي ثانية. ده الزمن الدوري كله يا مستر. يعني أنت عندك عند نهاية الزمن الدوري 10 وهنا في 5. طب هو بيقول لي ما بين الفترة 5 إلى 10، هو عاوز كده تيار متوسط أو إي إم إف متوسطة، بس هو بيسأل على التيار. طيب يبقى أنت عندك احتمال إن يكون فيها القيمة المتوسطة بصفر، عندك احتمال إن يكون ليها قيمة. طيب يبقى الاختيار ألف وب غلط، لأنه جايب لي في الحالتين ليها قيمة. أنا عاوز حالة فيها بصفر وحالة فيها بقيمة، يبقى ج أو د، صفر أو حاجة. تمام. طيب قيمة التيار الفعال خلال نص دورة من وضع الصفر، لو احنا بقى افترضنا ان الشكل دوري صح، بتساوي ايه؟ احنا قلنا نص دورة من الوضع العمودي في الاي ام اف في الدينامو بتساوي 4 اي ام اف ماكس على 2 باي. طب التيار هيمشي نفس المبدأ، 4 اي ماكس على 2 باي، اللي هو على الاثنين فيها الواحد على الاثنين فيها الاثنين، اللي هي حتى في طلبه حافظينها بتضرب اي ماكس في 2 على باي او اي ام اف ماكس في 2 على باي. طيب اجيب اي ماكس دي ازاي يا مستر؟ اي ماكس اهيت تقدر تجيبها بدلاله الاي افكتيف، لو وديت الاثنين الناحيه الثانيه يبقى اي ماكس بتساوي 2 من اي افكتيف. يبقى انت خلاص يا مستر هتقول لي ادي
2 تمام في 2 اي افكتيف، واي افكتيف نفسها ب 2 هي كمان، يبقى كانك بتقول 2 في 2 على باي، على باي. يبقى 8 على باي يا مستر. يبقى انت في مره بصفر ومره كانت ب 8 على باي. يبقى تاني الاي ماكس طلعت بتساوي ايه؟ الاي ماكس طلعت بتساوي 2 اي افكتيف. طب الاي افكتيف نفسها هي كمان ب 2، فانت كانك بتقول لي 2 في 2 اللي هم دولت. بس خلاص، فهتطلع معاك على طول يا مستر ب 8 على باي. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي اذا كان تيار القاعده في ترانزستور، لحظه واحده بقى كده نمسح الحته دي كده. ماشي. بيقول لي اذا كان تيار القاعده في ترانزستور يساوي 3 ملي امبير، ده تيار القاعده اي بي، ومعامل التكبير يساوي ده البيتا اي. هيطلب تيار المجمع هتجيبه مباشر. انا عارف ان البيتا اي بتساوي اي سي على اي بي. اي سي هيساوي بيتا اي في اي بي. طيب هتضربها في 100، لو ال 3 ملي امبير ضربت في 100 تديني 300 ملي امبير، يبقى ده وده غلط. طيب بيقول لي بقى عاوز ايه؟ عاوز الالفا اي. عندك اوبشنين. الاوبشن الاول يا مستر ان انت تقول الالفا اي بتساوي اي سي على اي اي، وتقوم فاكك الاي اي ديت لمجموعهم اللي هي اي بي زائد اي سي، وساعتها هتساوي 300 على 303، لان انت اي بي ب 3 والاي سي ب 300 لما تجمعهم تديك 303. تعملها على الاله على طول، يا اما تجيبها بدلاله البيتا. وقلنا لو عاوز تجيبها بدلاله البيتا فلازم تفتكر ان هي بتطلع اصغر من الواحد، يعني هي كسر. فبالتالي هتجمع واحد على البيتا، مش هتطرح واحد من البيتا، هتجمع واحد على البيتا عشان يبقى تحت رقم اكبر من فوق فيديك كسر. بس فاللي رايح هتشوف بقى انت عاوز تقول 100 على 100 على 1 زائد 100، او 300 على 303، هي هتديك 99 من 100 من الاخر. ربنا يا رب يجعله مجموعك ويوفقك. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لي بلورة شبه موصل نقي طُعِمت بذرات ألمنيوم بتركيز كذا. دي ذرات ألمنيوم، يعني دي شائبة ثلاثية. ثلاثية بتودي لبي تايب. يبقى ده تركيز الفجوات يا مستر، ده تركيز البي، ده تركيز الفجوات بعد التطعيم. طيب فإذا علمت أن تركيز الإلكترونات الحرة في البلورة المطعمة ده برضو إن بعد التطعيم. بيقول لي فإن تركيز الإلكترونات الحرة في البلورة النقية. طب أنا عارف إن ال Ni تربيع هتساوي N في البي بعد، هتساوي، احنا قلنا ال N دلوقتي هو مديها لي ب 10 أس 11 في البي ب 10 أس 13، أنا اكتشفتها من الشوائب، يبقى بتساوي 10 أس 24. هو بقى مش عاوز إيه؟ مش عاوز إن أي تربيع. لو عاوز الإلكترونات الحرة يبقى هتجيب الجذر. يبقى أنت هتقول لي الإلكترونات الحرة هتساوي أي، ده في البلورة إن أي. في البلورة النقية الإلكترونات الحرة أول فجوات بتساوي إن أي بس، يعني هتساوي جذر 10 أس 24 هتساوي 10 أس 12. السؤال ده لازم يجي كل سنة برضه عليه، سؤال لازم كل سنة يجي سؤال على الحتة دي، مفيش امتحان يخلو من ديت. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي في الدايرة المبينة بالشكلين ده فتح المفتاح، لما افتح المفتاح دوت الفولتميتر ده هيقرأ لي في باتري على طول لأن التيار بصفر. طب الفولتميتر التاني هيبقى في باتري برضه. ليه يا مستر؟ لأن هما الاتنين ما بين نفس النقطتين، لو دي اكس ودي واي، فهنا ده سلك فاضي كده اهو، دي اكس ودي واي، فالاتنين متصلين ما بين نفس النقطتين. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي في الشكل المقابل قيمه التيار اي واحد بتساوي ايه؟ اي واحد ده ماشي في الفرع هنا كده. طيب هتشتغل توالي وتوازي. اول حاجه يا مستر، النقطه دي اسمها اكس يبقى دي اسمها اكس زيها، لو دي اسمها واي يبقى الخمسه دي والخمسه دي على التوازي. المكافاه بتاعتهم باتنين ونص. يبقى لو جيت ترسم هتبقى شكلها عامل كده. ادي اتنين ونص، ادي خمسه، وخمسه اللي تحت بس. وعندك الفي باتري ب 12 ونص، والار الداخليه بواحد وربع. طيب هتجمع المقاومات، سوري مش هتجمع بقى، هتعمل المقاومه دي توازي مع دي، هتديك اتنين ونص برضو. توالي مع الاتنين ونص هتبقى بخمسة. خمسة والداخلية بواحد وربع هتبقى بستة وربع المقاومة المكافئة. يبقى التيار الكلي هيساوي 12 ونص اللي هي الفي باتري على ستة وربع، اديني 2 أمبير. ولو جينا للشكل هنا
او من غير ما نطلع للشكل اللي فوق ده، التيار هنا كده هيجي عند النقطه دي هيتجزأ بالتساوي عشان فوق 5 وتحت 5. فلو هو باتنين فوق هيمشي واحد وتحت هيمشي واحد، يبقى التيار بواحد. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي اذا كانت النقطه P نقطه تعادل، فإن نسبة اي واحد على اي واحد على اي اتنين. واحده واحده بقى. الحمد لله رب العالمين. طيب احنا قلنا اي واحد على دي واحد لازم يساوي اي اتنين على دي اتنين. حلو كده. حلو. خلاص يا مستر، يعني انت لو عاوز تقسم على اي اتنين هنا، فانت هتقسم عليها هنا فهتتشال. لو عاوز تشيل ديت، فانت هتضرب هنا في دي واحد، فهتضرب هنا في دي واحد، فهتتشال من هنا. فيبقى عندك اي واحد على اي اتنين بتساوي دي واحد على دي اتنين. لو انت عاوز اي واحد على اي اتنين، هي بتساوي دي واحد على دي اتنين على طول. فبالتالي يا مستر، دي واحد باتنين ودي اتنين ب بالتمانية زائد الاتنين طبعا، لان عند النقطة بي، هو بيسألني عند النقطة بي يا مستر. تمام. فالمسافة دي كلها عند النقطة بي هتبقى يعني دي اتنين بعشرة. يعني انت هتقول لي اتنين على عشرة تبقى بواحد على خمسة، اللي هو الاختيار ده. بص الخبز هتلاقي حاطط لك برضو، هتلاقي حاطط لك واحد على أربعة، اللي هو لو انت عوضت بالتمانية على طول. لا، انت بتعوض بالمسافة كلها اللي هي ب 10. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. السؤال ده فكرته حلوه. بيقول لي الملف الاولاني تم قص 25% من عدد لفاته، وتم اعاده ما تبقى، يعني الربع دوت اترمى في الزباله خلاص. اهو زباله، اترمى في الزباله، مالناش دعوه بيه. خلينا بقى ايه في اللي باقي. تم اعاده ما تبقى منه الى نفس طوله الاصلي، وتوصيله بنفس المصدر، فان النسبه بين كثافه الفيض في الحاله الاولى الى الحاله الثانيه. واحده واحده. كثافه الفيض يا مستر بتساوي ايه؟ ميو ان اي على ال. انا متعود يا مستر ان ال على ال ديت رقم ثابت في القص، ولكن هنا قال لي هو ثبت الطول. فبالتالي اللي قل عندك هو عدد اللفات بس، قلل ثلاث ارباع. بالتالي كثافه الفيض هتقل ثلاث ارباع برضه، لان بقيه العوامل ثابته. ده ثابت. هو قال لي كمان ايه؟ ماشي. هو الطول كده كده خلاص فضل ثابت، وقال لي توصيله بنفس المصدر. ركز معايا، طول الملف اللي في القانون ده طول ملف، طول الملف فضل ثابت. انما ايه اللي حصل؟ طول السلك اتغير. طول السلك قلل 3 على 4. لما الطول يا مستر يقل، احنا قلنا ايه اللي هيحصل؟ المقاومه هتقل، كثافه الفيض او التيار الاول هيزيد، وكثافه الفيض هتزيد. يبقى ده قلل 3 على 4، وده إيه اللي حصل له؟ بقى 4 على 3 التيار، لان طول السلك قلل 3 على 4، وبالتالي التيار بقى 4 على 3. يبقى النسبه هتفضل 1 الى 1. كثافه الفيض ما اتغيرتش. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي ملف دائري نصف قطره 4 سم. ده نصف القطر. تركز في السؤال، هو بيقول لي نصف القطر ولا القطر؟ تركز قوي في دي. 4 سم يبقى ده الار. يمر به تيار شدته 2 امبير يبقى ده الاي. اذا كانت عدد لفات الملف لفات الملف 100 لفه. ماشي، ده تعويض مباشر. ده سؤال تعويض مباشر. ميو ان اي على 2 ار. مستر، هو ممكن يجي لي سؤال زي ده في الامتحان بالسذاجه دي؟ اه بيجي عادي جدا. هو مش هينفع يحط لك الامتحان كله افكار. طبعا اياك تنسى التحويلات وانت بتحل. طيب هتطلع معانا الاختيار الف. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي في المحرك الكهربي عندما يكون الملف عموديا، فإن عزم الازدواج ينعدم. قلنا هينعدم بسبب حاجة من الاتنين. يا إما أولا الزاوية. طب حتى لو كانت الأقطاب مقعرة ومش بيعتمد على الزاوية، كان هينعدم برضو بسبب انقطاع التيار، لأن الفرشتين بيلامسوا المادة العازلة. فبالتالي عزم الازدواج هينعدم. طب القوة المؤثرة على الضلعين الموازيين لمحور الدوران، اللي هم الضلعين الطوليين يعني. الضلعين الطوليين المفترض القوة عليهم تفضل قيمة عظمى، بس هتنعدم برضو هنا ليه؟ علشان التيار انقطع. ينقطع التيار بسبب ملامسة الفرشتين للمادة العازلة. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي ملف لولبي عدد لفاته ان، ومساحه ومساحته A، وطوله L، وقلبه من الهواء، ومعامل حسه الذاتي 2 من 10 هنري.
إذا تم قص ربع لفات الملف وتوصيل ما تبقى. يعني ما تبقى ده اللي هو تلات أرباع بنفس المصدر. فهنا معامل الحس الذاتي. معامل الحس يا مستر هو دايما يسأل في الحتة دي عشان هو ده برضو لازم يجي عليه كل سنة سؤال. طردي مع ميوف ان تربيع في ايه على ال. طيب المساحة ما اتغيرتش لما قصينا، معامل النفاذية ما اتغيرش. طيب بيقول لي نفس المصدر دي مش هتهزني في حاجة لأن كده كده ملهاش علاقة بالتيار. طيب كنت بقول لك ال بتتناسب مع ان تربيع على ال. ان تربيع دي بنكتبها ان في ان على ال. لما قصيته ال ان على ال ده رقم ثابت خلاص، طالما هو ما غيرش الطول بعد القص زي في السؤال اللي فوق قال لي اعاده طوله كما كان، هنا ما رجعش طوله زي ما كان، فضل مقصوص عادي. يبقى ساعتها ال هتتناسب مع الان في القص، انما في الطبيعي هي بتتناسب مع المربع، انما في حاله القص بتتناسب مع الان. فبالتالي يا مستر لو عدد اللفات قل لتلات ارباع يبقى معامل الحس هيساوي تلات ارباع القديم. يعني هتضرب 3/4 في 2/10 تطلع لك 15 من 100 اللي هو الاختيار ب. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ده سؤال عادي تقليدي على القاعده دفاع الطرديه والعكسيه. بيقول لي في شكل مقابل عند غلق المفتاح لازم تشوف لو قفلت المفتاح ايه اللي هيحصل. لما اقفل المفتاح ده يا مستر المقاومه دي هتتلغي، فالمقاومه في الدايره بتاعت الابتدائي هتقل، بالتالي التيار يا مستر هيزداد، بالتالي المجال زاد، ولما التيار يزيد والمجال يزيد يتولد اي ام اف عكسيه. بس ركز معايا، التيار كان هنا ماشي كده كده يعني في اللفات لاسفل. لا انا هعمل اي ام اف عكسيه، انا هخلي التيار يمشي في اللفات لاعلى. خلي التيار يمشي في اللفات لاعلى. يعني التيار لو المجال كان كده تمام، هنا شمالي وهنا جنوبي، لا انا هعمل مجال عكسي، هعمل هنا الشمالي وهنا اللي جنوبي. يعني المجال هيبقى رايح كده، يعني التيار فعلا في اللفات لاعلى. لما اتبع التيار هلاقيه ماشي مع اتجاه البطاريه عادي، يبقى مش هيطرح من تيار الدايره، يبقى اضاءه المصباح هتزداد يا مستر، والمفترض هتزداد يعني اللي هو ايه شويه وهترجع تاني. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لي ثلاث ملفات حث مهمله المقاومه الأومية متصله معا كما بالشكل التالي. ماشي. اذا كانت قيمه المفاعله، لا القيمه الفعاله سوري، بيقول القيمه الفعاله للتيار الكهربي المار في الدائره 5. دي الاي افكتيف بتاعت الدايره. وبإهمال الحث المتبادل بين هذه الملفات فإن قيمة معامل الحث الذاتي ال. طيب لو أنا عاوز أجيب ال أروح أجيب الإكسل. تمام. ده أنا كده الأول هحتاج أصلا أجيب ال ده، يعني لو عاوز ال هحتاج أجيب ال داش الأول، ومنها أجيب الإكسل. هحتاج أجيب الإكسل داش الأول، والإكسل ديت تتجاب من إيه؟ من الفي توتال على الأي توتال. طب واحدة واحدة بقى، هات في توتال على أي توتال. في توتال بكام؟ ب 200. تركز هو قال لي القيمة الفعالة للجهد، ما قالش حاجة. طب طالما كتبها وما قالش حاجة يبقى هي دي القيمة الفعالة. وهو قال لي ان ده التيار الفعال، هتقسم 200 على 5 هتديك 40، يعني بتساوي 40 اوم. دي كده المفاعله الحسيه الكليه، تقدر منها تجيب الحس الذاتي الكلي. ده كده هيساوي ايه؟ 40 على 2 باي في 100 على باي اللي هي الاف، قسمتها على 2 باي اف. طيب الباي هتشيل الباي يبقى 200، الصفر ده يشيل الصفر ده، يبقى انت كده بتقول 4 على 20 يعني 1 على 5، يعني 2 من 10. ده كده الحس الذاتي الكلي. طيب بالعقل لو اللي فوق دول توالي كده ب 3 من 10، المكافأة طلعت لي ب 2 من 10، يبقى اكيد اللي تحت دي كانت ب 6 من 10. 6 من 10 في 3 في 3 من 10، 6 من 10 زائد 3 من 10 تطلع لي ايه؟ تطلع لي 2 من 10. يبقى انت تطلع معاك 6 من 10. ممكن كنت تجرب الاختيارات بسرعة، او ممكن انت تقول بقى تحلها واحدة واحدة، تقول لي 2 من 10 بتساوي اهو 3 من 10 ال اللي هو ضربهم على جمعهم على 3 من 10 زائد ال، وتبتدي تعمل لي طرفين في وسطين، فهتقول لي 3 من 10 ال بتساوي 3 من 10 في 2 من 10 تبقى بكام؟ 6 من 100 زائد 2 من 10 ال، وتبتدي بقى تاخد ال 2 من 10 دي توديها الناحية دي، وبعد كده هتقول لي ال بتساوي 6 من 100 على 1 من 10، فهتطلع معاك 6 من 10.
طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي دايره تيار متردد ار ال، قيمه معامل الحث الذاتي للملف، ماشي، ده ال كده، والمقاومه مقدارها، ماشي، ومصدر تيار متردد جهده الفعال، ده الجهد الفعال بتاع المصدر، وتردده، ده التردد، ماشي، فإن قيمة كل من المعوقة وشدة التيار. المعوقة بسيطة جدا يا مستر، انت من ال دي هتروح تجيب الاكس ال وتعوض تجيب المعوقة اللي هي جذر مجموع مربعين. المعوقة بتساوي جذر ار تربيع زائد اكس ال تربيع، لان دي دايرة ار ال. طيب الاكس ال على جنب هتروح تحسبها، هتساوي 2 في باي الاف بكام؟ ب50 في ال اللي هي ب4 من 10 على باي، تطلع لك بايه؟ ب40. الاكس ال بتساوي 40. بسيطة قوي، لما المقاومة ب 30 والاكس ال ب 40 هتطلع المعوقة ب 50 على طول. مفيش اختيار فيه المعوقة ب 50 غير الاختيار الأخير، يبقى الاختيار الأخير هو الصحيح. طب عاوز أتأكد من التيار، خلاص التيار يا مستر هيساوي الفي توتال على المعوقة. بسيطة قوي، هتساوي 200 على ال 50، هتطلع لي فعلا ب 4 أمبير. طيب صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السؤال ده لازم يجي كل سنة، يا إما يسألني على طاقة الحركة، يا إما يسألني على فرق الجهد في الميكروسكوب، لازم يجي كل سنة. بيقول لي يتحرك إلكترون حر طول موجة دي براولي المصاحب له لمدة واحد، فإذا زادت طاقة حركة هذا الإلكترون إلى الضعف. ثانية، دي براولي يا مستر، طول الموجي بتاعه بيتناسب عكسيا مع جذر الكي إي. ماشي، بيقول لي فإن طول موجة دي براولي مصاحبة لهذا الإلكترون بالنسبة إلى إي واحد، عاوزها بدلالة إي واحد، بلمدة واحد، سوري يا رب، لمدة واحد. خلاص، يبقى أنت لمدة اتنين على لمدة واحد هتساوي جذر كي إي اتنين، كي إي واحد يا ربي، بقى العكس، كي إي واحد على كي إي اتنين. هي في الحالة الجديدة زادت الضعف، يبقى أنت كأنك بتقول لي جذر واحد على الاتنين، هي زادت الضعف. تمام، يبقى انت كأنك بتقول لي واحد على جذر اتنين بقى، لان جذر الواحد بواحد. لو اديت دي الناحية دي يبقى عندك لمدة اتنين بتساوي واحد على جذر اتنين لمدة واحد، يبقى بالنسبة لها بواحد على جذر اتنين، اللي هو الاختيار ألف. طيب يا شباب صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بيقول لي وضح الشكل المقابل أربع انتقالات للإلكترون لإلكترون ذرة الهيدروجين بين مستويات الطاقة. أي العبارات الآتية تكون صحيحة؟ الانتقال ام يعطي خطا طيفيا له اقل طول موجي، يعني اعلى طاقه، ام اعلى طاقه، غلط. الانتقال زد يعطي خطا طيفيا في منطقه الاشعه فوق بنفسجيه، ده نازل على المستوى الثاني يعني ضوء مرئي، غلط، دي كده بالمر. طيب الانتقال واي يعطي خطا طيفيا في منطقه الاشعه تحت الحمراء، واي دوت فوق بنفسجيه اصلا، نازل على المستوى الاول، يبقى اكيد الاختيار ده قطعا هو اللي صح. انتقال اكس يعطي اعلى تردد، اعلى تردد فعلا. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، نروح للمقالة. بين الملفين لولبيان متداخلان اكس وواي، إذا زاد التيار في الملف اكس من الصفر إلى 10 خلال كذا، يبقى ده الدلتا تي، وانت من هنا هتجيب الدلتا اي واحد، أو الدلتا اي بتاعت اكس اللي هو الابتدائي يعني. زاد من الصفر ل10، يبقى انت هتقول 10 ناقص صفر، التغير هيطلع معاك بموجب 10 أمبير. طيب تولدت ق د ك مستحثة في الملف مقدارها كذا، واداك الاي ام اف كمان. احسب معامل الحث المتبادل، بسيطة، ما انا عارف ان الاي ام اف يا مستر بتساوي، او سوري بقى على طول بقى نجيبها على طول في خطوة مباشرة. انت في الامتحان بوضح له واكتب له، قول له ان الاي ام اف بتساوي كذا وده بيساوي كذا، بس على طول معامل الحث المتبادل هيساوي اي ام اف في دلتا تي على الدلتا اي. تعويض مباشر بقى، معاك الاي ام اف، معاك الدلتا اي، معاك الدلتا تي، يبقى انت هتقول 2 من 100 في 1 من 10 على الدلتا اي اللي هي ب10، تطلع معاك ب2 في 10 أس سالب 4 هنري. لازم تكتب له بالهنري، لازم تكتبها له بالهنري يا مستر، علشان لازم وحدات القياس مهمة جدا جدا جدا. تمام، تمام. طيب السؤال اللي بعد كده جه على الاوميتر، قال لي مقاومه، اوميتر مقاومته 150، يبقى دي كده ار اوميتر، وكان اقصى زاويه انحراف لمؤشر الجلفانو عند مرور تيار شدته 200، يبقى ده كده الاي جي اللي هو اقصى تيار بيساوي 80 دي سيتا ماكس. اولا نحسب زاويه انحراف المؤشر عند توصيل مقاومه خارجيه 450. انت هتقول لي يا باشا
سيتا جزء على سوري على سيتا ماكس، سيتا جزء على سيتا ماكس بتساوي ايه؟ اي جزء على اي جي بتساوي ار اوميتر على ار اكس زائد ار اوميتر على طول. يبقى انت هتشتغل على الجزئيتين دول كده، وهتبتدي تقول لي الار اوميتر ب 150 على المقاومه الخارجيه ب 450 زائد ار اوميتر اللي هي 150، هتطلع لك على الاله بتساوي ايه؟ بتساوي 3 على 4. لا سوري، بتساوي ربع يا رب. بتساوي سيتا على سيتا ماكس اللي هي ب 80 بس. فانت هتقوم عامل طرفين في وسطين، او انت على طول باين ان دي ربع الزاويه، يعني الزاويه هنا هتكون سيتا هنا هتكون بتساوي 20. السؤال اللي بعديه والنقطه الثانيه بيقول لي ثانيا احسب شده التيار المار في الجلفانومتر الذي يتسبب في انحراف المؤشر بزاويه تساوي 60. هتعمل العكس بقى، هتقول لي والله هو عاوز الانحراف في ايه؟ في مؤشر، احسب شده التيار ماشي. خلاص هتقول لي 60 على 80 بتساوي اي على اي جي بتساوي ايه؟ 60 على 80 هتساوي بالظبط 3 على 4 لو قسمت على الاثنين يعني. 3 على 4 بتساوي اي على الاي جي اللي هو بكام؟ ب 200 ملي امبير. خلاص يبقى الاي بتساوي 150 ملي امبير، يبقى الانحراف ب 150. بس كده يا شباب، وكده الحمد لله رب العالمين تم الانتهاء من النموذج رقم 1. اشوفكم على خير في النماذج اللي جايه.